من برنامجكم استاد النهار. اليوم تحدثوا على قبل 10 أيام من نهاية إيداع ملفات الترشح لعضوية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وأخذ الموافقة من السلطات، يعني لا شيء يقف ضده في ظل الدعم اللي راه موجود، ولا يبقى إلا كيف يضع ملفه، ما هي الاستراتيجية التي وضعها لأن يكون في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سواء ترشح ضد نفسه إن لم يترشح البقية عن شمال أفريقيا أو ترشح معه البقية. هذا هو الموضوع. الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا عمار بهلول، مساء الخير. مساء الخير سي حكيم. مرحبا. مساء الخير سي الضيوف. بدي كاس افريقيا ولا حاجه يعني والخبره اليوم قدامنا امامنا ان كل اعضاء المكتب، اغلبيه اعضاء المكتب في الكاف ما البلدان تاعهم ما داوش. يعني حبيت تقول لي ما عندهاش معنى انك تكون لا نقول من في الناحيه هذه باش نربطوها مباشره بان عضو مكتب الكاف ربما وراه، لا نقول هو تمثيل اكثر واكثر ما دام هناك هيئه لابد الجزائر كجزائر تكون فيها، وهذا هو وهذه الغايه تاعنا. نرجع لك سامحني عمار بهلول، ما دام فتحت لي هذا القوس ونعاود نرجعه، هل بمعنى انك لما تكون في عضويه الكاف ولما ما تكونش في عضويه الكاف مع فرق كبير ولا عادي؟ لانه الجزائر فازت بكاس افريقيا 2019 ما كان يمثلنا ولا واحد. الصوت الاخر كان يقول لك على انه احنا غايبين من زمان. لا اسمع، غايبين جبنا كاس افريقيا، غايبين جبنا كاس افريقيا، لكن التمثيل للجزائر باش تشوف، انا نقول لك بصراحه ومشني نقصر من ربما اتحادات اخرى، تشوف جيبوتي، تشوف الموريس، تشوف بورندي عندهم اعضاء مكتب في الكاف، والجزائر ما عندهاش. يعني صراحه ما نهضر كقاره كجزائريه كدوله يعني بصراحه وجودها يكون يعني لابد. انت تضرب في نفسكم لا لانكم ما فزتوش سابقا وتقول لي جيبوتي والسيشل. لا حاب نقول باللي الصراحه حبيت نقول الوجود تاعنا راح يكون وجود يعني استراتيجي كجزائر كدوله قويه، دوله كبيره يعني من باب هذا، لكن مش نحتموا على ان اللي راح يكون في الكاف لابد راح نجيبوا من وراه نجيبوا كوس افريقيا ولا حاجه، لان الخبره التجربه والتاريخ عطانا بان المؤثرين في الكاف البلدان تاعهم ما داوش. مصر ما داتش، عندها هاني ابو ريده، المغرب عندها ما داوش يعني، حتى موتسيبي رئيس الكاف كما قلت جنوب افريقيا. حاب نقول هذا اكثر هو التمثيل اللي نجم تقول سياسي رياضي استراتيجي اللي لابد الجزائر تكون مثله، لان باكي قلت لك بلدان يعني شنها قليل من الجزائر راه ممثلين في المكتب. لا طيب عمار بهلول، واش كانت استراتيجيتكم؟ هل كانت عندكم استراتيجيه؟ شوف استراتيجيه بصراحه باه نقولها لك باش حتى ولو ياخذوا منها ربما تجيب نتيجه اذا كان هناك ياخذوا منها عبر هذا طبعا. هل سقساوك مباشره؟ طبعا. لا ما سقساوش. لا ما سقساوش، بالعكس. انت اصلا معاقب؟ لا بالعكس، طردوني. ربما ساعات نفكر نقول لانني ربما جبت 23 صوت عاقبوني عليها. نجم نقول كيما هكا، نجم نقول لان في عندنا هنا ما ينظروش بالنظره تاع الرصيد، لان كي تلم الرصيد تاع روراوه تاع زفزاف وتاعي نقول لك نجم نخشوا الكاف يعني بسهوله. انا البارح كنت في اتصال مع سانغور، كنت مع تعليل المورز، بقاو زملاء بقاو اصدقاء، لان هذا مشاو معانا في الوقت وانا كي مشاو معانا كبرتني بقيت معاهم في اتصال. اذا حاب نقول لك استراتيجيه. كان الاتصال اخوي ولا لا؟ لا اخوي، صديق زملاء سانغور البارح نحكي انا وياه، يسقسي على الجزائر، يسقسي علينا. اعطيت له اكيد صوره ايجابيه صح؟ اعطيت له اكيد صوره ايجابيه على الجزائر. لا طبعا من نجم مستحيل يوقف هو واقف هو ما لان السنغال قال لي كلمه حكمتها من عنده حكيم، قال لي كل الاطارات تاعنا عدت في الجامعات تاع الجزائر. هذه بصراحه هو انا حكمتها وقالها لي، قال لي مستحيل كما نمشيوش معك. وقفوا ضدك داخليا سابقا؟ طبعا لان وقفوا لان ربما راوا بان من ورائي كما يقول الاخر طوفان، مش قاعدين، لان ما انا طلبت المساعده تاع الجميع ورحت بعيد حتى من الحاج روراوه كان في مصر، طلبت منه المساعده. لكن انت ما صافحتوش ولا ما صافحكش؟ لا هذيك عندها عمواش، عندها اكثر. هذيك ولينا عاديين يعني بصراحه. هذيك اللي صارت في جده. اذا حبيت نقول لك استراتيجيه باش ما نخليو الاخوه. تفضل. اولا كانت نجم تقول لجنه، نجم تقول خليه فيها صحفيين، وزيد نقول لك حاجه وهذه نقولها عبر قناه تاعكم. نسيم بوصول بدلي 5 صحفيين مؤثرين على مستوى القاري تاع جنوب افريقيا، مع جردن، مع تاع كوت ديفوار،
معناتها على الكونغو، معناتها مؤثرين كي نقول لك صحفيين يصنطوا لهم رؤساء الاتحادات، وهذوكم الصحفيين زادوا جابوا من وراهم زملاء نتاع صحفيين اخرين. هذا الجانب الصحافه اللي كانوا يعاونوا. نجيك الجانب الدبلوماسي، رئيس الحكومه سي عرباوي نادير شهر كامل، وهذا هو العامل الايجابي اللي كان شهر كامل واحنا ثم كل يوم يعمل معنا كان سفير الجزائر لدى مصر. كل يوم يعمل معنا تقييم وينطلق عن طريق السفراء. اين الخلل؟ اين؟ تعرف اللي كاينه هناك استراتيجيه. ممتاز. دبلوماسيه سياسيه مع الرياضيه كنتوا ما كانش عادي. لانه هو الرياضي هو كان عندنا كان في صلب عنابه، كان يعني كانت العلاقات معاه قلت لك شهر، وهو واقف صغيره وكبيره باش يجيب لنا الاصوات. حاجه اخرى، شكونش كاين؟ كاين قاسمي، كاين محمد سعد مع الامناء العامون تاع الاتحادات، كاين زاتشي. وضيف الى ذلك احنا قبل ما نروحوا حكيم احنا راسلنا 53 اتحادات باش طلبنا المسانده في التصويت. رجعوا لنا 6، هذا ديجا كتابيا رجعوا لك 6 بينها بين بوركينا فاسو. رجعوا لنا قالوا لنا احنا معاكم. ديجا كاين عمل تعمل قبل، وانا كنت نخرج محافظ مقابله، كنت نخرج مع امام في تصفيات كاس العالم، تصفيات كاس كانوا يلوموك على تخرج بزاف. يلوموني على نخرج بزاف، وانا نخرج بزاف. علاقتي مع الكاف، وانا حبيت نخرج باش ندير العلاقات مع الاتحادات. ما عندهاش علاقه بالمال، على انك لفيت ميسيون مع صوب هذيك في ميسيون على الجميع. عندها لا عندها في اسمها على الجميع، هذه تاع العلاوات هذه على الجميع، هذا قانون. حبيت نقول لك كان عمل شهر وحنا. وزيد الحاجه المليحه، ركزت على رؤساء المناطق. عبالك باللي الكاف مقسومه ب6 مناطق. اي نعم. المناطق اللي فيها كيما تاع سانغور اللي فيها 16 في تاع الغرب، وكيما تاع جنوب افريقيا فيها رئيس اتحاد تاع واحد، وهذوكم عملوا عمل جبار ومشاو معنا. ولذلك الانسان ما يتفاجأش باللي جاب 23. وش خانك لانك انت تحدث لي على 6 اصوات تقريبا. كنت تعرف شكون خاننا؟ نقول لك اسمع يا شيخ. نعم. كاين رئيس اتحاد تاع الكونغو كونستون ماري اللي حكم الانتيريم تاع احمد. المراه تاعو راهي هنا في الكونسيل هنا في الجزائر. عيطت له جاء، درنا معاه موعد، رحنا له للدار الحيدره، شربنا قهوه معاه، وهو رئيس المنطقه تاع لا زون ويست افريقيا. وعدنا ب8 أصوات، وعدنا يعني ما فيهاش. ثم وشحال ولدوا ثم راح ندخلوا في ليكول بارادو. منا كي رحنا الليله تاع الانتخابات يجيني رئيس الاتحاد تاع ليبيا الله يرحمه جمال، قال لي رد بالك، قال لي احمد كونستون ماريا مدور، احمد كونستون ماريا ودار. واش درنا؟ رحنا للغرفه تاعو رئيس الاتحاد ومحمد سعد، رحنا للغرفه تاع كونستون ماري، لقيناه داير مجموعه باه يعطيهم الاشاره في اتجاه المعاكس. تكلم له كيما هكا زاتشي، قال له مسيو كونستون كيسكي سباس؟ قال له قال لي قال له فوزافي توني لو، قال له قدرت علينا، قال له عندنا المعلومه. لا قال له لا، يبان لقيناها باللي في من بعد لقينا الضربه جات من عندك هنا. مع الاسف الضربه من هنا؟ جات من هنا. جاتك من هنا. ولا داعي الذكر، لان كانت هذيك 3 أصوات، ولا كون جات تونسي خذا تونسي. ما اعطيت ما تقوله للسلطات هذا الشيء على انه لانه في النهايه قال لماذا فشلت؟ هل اعطيتها؟ انا نقول لك عديت قدام خطره في القنوات ورحت بعيد في القضيه، لكننا ما نحبش حاجه ماذا بينا نخموا على المستقبل. اللي صرا لان هذا مصلحه الجزائر. انا ما نبقاش نهضر ديما على نسمي الناس ولا حاجه. ممتاز. وهذه هي ممتاز جاي لك، لانه ملفات مثل هذه مهم جدا، لانه حتى نكون في الكاف. وعجبتني لما دخلتوا لما كل ما تدخل زوجة زوجة رجل ربما تقدر تجيب الاصوات. اثرت عليه. عرفت وين اثرت عليه. وعلى كمال، نحن نرغب في ان نكون في الكاف. هو يقول لك تكون وما تكونش. احيانا لما تكون يقول لك حتى ولا تكون المغرب جنوب افريقيا موتسيبي وما داوش كاس افريقيا، انت ما كنتش وخذيت كاس افريقيا. هل عندها الا في هذا الشيء بان تكون عضوا في الكاف؟ يعني اولا وقبل كل شيء
إذا كانت العضوية لا تتعارض مع مصالح الدولة ومصالح البلاد فعضويتنا واجبة في مثل هذه الهيئات. وبناء على هذا فإني أرى من العيب أننا لا نملك مقعدا ولا نملك عضوية في هذا الاتحاد ولا نملك ممثلا لنا. ومن العار أننا لا نملك وأننا نفشل دائما في هذه الانتخابات. دولة كالجزائر بهيئتها بقوتها باستراتيجيتها تكلم عن الجزائر القارة، وأرى أنه أينما تكون هيئة مثل هذه الهيئات من الواجب أن نكون داخلها. وبناء على هذا من هي الأشخاص التي تترشح إلى عضوية هذه الهيئات؟ يعني هذه عضوية هذه الهيئات مبنية على شبكة العلاقات، مبنية على رصيدك ماذا اشتغلت يعني في الجانب الرياضي، في تكونك يعني عبر الرابطات، عبر الفيدراليات، عبر الاتحاديات، يعني تدرجك وعلى العلاقات وعلى النفوذ. يعني إذا يعني من هو الشخص الذي نضعه في مثل هذه الهيئات؟ من هو الشخص الذي نضع ترشيحاته؟ هنا يعني علامة الاستفهام. يعني عندما أذهب وأضع شخصا ومترشحا في مثل هذه الهيئة ولا يقوم ولا يحقق هذا المنصب، لابد أن يسأل هذا سي الشخص. بورايو، نحن فشلنا في 2017 مع روراوا 41 صوت مقابل 7 أصوات لروراوا. مع زاتشي خرجوا لنا تاع العقوبة وما ترشحش، رفضوا له الملف لأسباب قيل انضباطية. هكا سي عمار، انضباطية داخلية في عقوبة 2016. في 2018 ولد زميلي رفضوا الملف، وضعنا الملف متأخر. عمار بهلول انهزم ب 23 صوت مقابل 29 لعبد الحكيم الشلماني. زفيزف خسر ضد الشلماني مرة أخرى 15 مقابل 38. هذه المرة صادي يترشح لعضوية الكاف. دائما دولة دعم، الإعلام دعم، وسابقا يقول لك عنه حتى المشاكل ضربات داخلية. هذه المرة ما كاين لا ضربات داخلية ولا شيء. مشكلتنا فين حتى باش ما نكونوش عضوية في الكاف؟ احنا مشكلتنا في داخلين مش خارجيين. كي تكون انت منظم داخليين الناس تحترمك خارجيين، لكن تكون انت مش منظم في بلادك حتى حد ما يحترمك وحتى واحد ما يفوت عليك. حاجه واحده اخرى، انت قلت كاين احنا دينا كاس افريقيا وبلا ما عندنا عضو في الاتحاد. اي نعم، انا معاك، دينا كاس افريقيا بدون عضو، بصح احنا خرجنا من كاس العالم خاطرش ما عندناش عضو، وخرجنا من الدور الاول كاس افريقيا رغم الفريق ما كانش مليح في البدايه. خرجنا من كاس افريقيا في الدور الاول باسكو ما عندناش عضو. كان عندنا عضو فعال كنا نروح لكاس العالم، خاطر كاس العالم خرجونا، وكاس افريقيا خرجونا من الدور الاول. رغم ما كناش في البدايه ممكن دير انت في الدور الاول ما تكونش مليح ومن بعد تدي كاس افريقيا. عرفنا هذه كره قدم ما عندهاش حكم هذيك زعما خرج من الدور الاول انت فاهم. احنا خرجونا كاين بينالتيات واحد 4 في الدور الاول. اوكي، حتى انت ما كنتش مليح في النهايه. حتى انت يعني ارتكبت اخطاء في النهايه. وين ارتكبت اخطاء لانك ما عرفتش تجري بالك دقيقه ولا دقيقتين، ما عرفتش تجري يعني. لا، في النهايه كاين ظروف متوفره. لا حتى ما نضعوش، حتى ما نكونوش الا في اتجاه واحد. صحيح ظلمنا، ولكن ايضا ما عرفناش نجري 2 مينوت يعني 2 دقائق. حكيم، كرة القدم هذه في ثواني تصير كل شيء. كاين امور ما تقدرش لا تحكم فيها، لا انت لا مدرب لا والو. في النهايه فيها ظروف كامله متكامله. سمعت خاطر شفت انت الهدف جاء في وقت خلاص انتهى الموضوع. هي كرة قدم اخطاء وانت ما تقدرش تحكي. خلاص شكون كان يتوقع يسجلوا لنا الهدف؟ عبد اللطيف، كمال وعمار، بعد الفاصل نستكمل بقيه النقاش. ارجو الا تذهبوا بعيدا. الجزء الثاني من برنامجكم استاد النهار نتحدث على قبل 10 أيام من نهاية إيداع ملفات ترشح لعضوية الكاف، أي استراتيجية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. بالمناسبة السلطات أعطت الموافقة رسميا لصادي للترشح، وتم إبلاغه بخيار الجزائر دعم الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي. كنت مع سي عبد اللطيف بورايو، كمال مراد، وأيضا عمار بهلول نائب رئيس الاتحاد الجزائري. سابقا كنا توقفنا عن جزئيات مهمة لسابقا كيف لم نذهب إلى كأس العالم. سي عمار بهلول، تحدث لي على الظروف، كيفاش وصلت، كيفاش من جمع الأصوات، الموافقة، كيفاش ما قدرتش تكون في عضوية الكاف، ولكن قلت لي أنه ضربات داخلية وتحدثنا عليها بدون أن نفصل في بعض الأمور.
هل ترى بأن الظروف الحالية مختلفة على ظروفكم بالنسبة لصادي أن يكون عضوا في الكاف عن شمال إفريقيا؟ لأن الظروف ممكن أبو ريدة يترشح ما يترشحش للكاف لرئاسة الكاف. بالنسبة للمغرب هل يكون فيه مؤامرة من عنده ما يكون كاين ظروف مختلفة ولا لا؟ شوف حكيم، شوف نعطيك لا في دروت تاع لا كاف، تاع أعضاء تاع لا كاف والرايحين. تعلم باللي كاين هناك تجديد كما نقولوا بارسيال تاع اعضاء تاع الكاف. احنا عندنا منصب راح يكونوا عليه في يعني تيوريكمون زوز. نعم. لان هاني بوريده ولقجع يفضلوا الواحد تاعهم في اللافيفا في مارس 25. اي نعم. وتكون تجديد انتخابات جديد. هاني بوريده كاين هناك كيفاش جا فونتينو كيفاش راح يشوف هو، لان يقولوا بان احمد يحيى تاع الموريتاني اللي حاب يجيبوا لافيفا. صحيح. هنا راح يكون اولا اليوم 12 يوم 12 هذا راح نعرفوا منهم المترشحين تاع المكتب التنفيذي للكاف بناء على ملفات الترشح. بعد راح تكون دراسه طبعا، لان في مارس 15 ل 25 راح يكون انتخابات. كي لما يدفعوا الملفات هنا تنجم تعرف يعني هل هناك احنا رايحين للانتخابات على المقعد ام راح يكون المترشح الجزائري راح يكون وحده. لان صح اليوم ما تنجمش تتنبا، لكن نجم نقول لك انا النوايا تاع كل واحد ماذا بهم الجزائر ما تكونش، لان المشكل كون تكون الجزائر ربما النفوذ راح ينقص. النفوذ راح ينقص لان حتى الجزائر راح تعمل حتى هي، لان حكيم المشكله مش في المشكله مش في الترشح ولا رئيس الاتحاد ينجح، خاطرش كي تكون ثم او راح يتبعك المرافقه السياسيه راح تكون معاك، وراح الجزائر تكون قويه يعني. وهذا هو الشيء اللي خلاو الجزائر ما تكونش، لان كنت تكون الجزائر تنجم لان عندها الدبلوماسيه السياسيه تاعها على مستوى افريقيا تاثر. لكن احنا الفرصه كما كانوا يقولوا الزملاء ما قدرناش هذا الحيط هذا ما قدرناش نكسروه باش نكونوا في وسط. الظروف الان مختلفه سي عمار؟ لا الظروف مختلفه. لماذا مختلفه؟ كاين عامل واحد برك اللي ماهوش احنا كانت عندنا كي رحنا انتخابات كانت كاس افريقيا كان شر الحمله الانتخابيه. اذا كان راح نروحوا للانتخابات، اذا كان هناك انتخابات الظروف اللي كانت قبل احسن، لان كان رايحين انتخابات نفرضوا ربما راح يكون يترشح مترشح يكون مع الجزائري. الوقت ما يسمحش، الوقت ما يسمحش منا المارس، وغاديك كاين ان سول كونغري راح يكون في مصر. تسمى هنا لا كورس لا مونتر، راح دركا تعمل المستحيل باش تجلب الاصوات. وهنا هذا هو احنا درك احنا الاهم تاعنا عندنا مخرج اللي هو قريب، هو ان يروحوا بمترشح يروحوا للمترشح الجزائري. هذا هو يعني هذا لان نخوضوا معركه نقول لك راح تكون فرصه اللي دعم الترشح، لان مستحيل يكون الترشح تلقائيا تاع التونسي، مستحيل. اذا كان هناك مدعم نيه مبيته على الجزائر باش ما تكونش في صحيح، خاصه لانه ما عندهمش رئيس الاتحاد حاليا. هل ترى بانه صادي عنده المقومات حاليا عنده باش يقدر عضوا في الكاف؟ انا نقول لاني قلت قبيله، قلت لك الشخص يتقاس بالبلد تاعو. درك تقول لي اتحادات ضعيفه اضعف من الجزائر، ما كانهمش خلاهم موجودين في المكتب التنفيذي حكيم. اني شفتهم ونعرفهم وزملاء. الجزائر مهما واحد يترشح من الجزائر راهو هذا كما نقولوا احنا القبعه تاع دوله تاع الجزائر. هاي نفس البلد، هاي الجزائر نفس البلد وانتم ما جبتوهاش فيه، وتغلبوا والسيشل وراك تحكي لي على بلدان اخرى نفس البلد. لان حكيم كانت ما كانش كما نقولوا احنا ما كانش التفاته مع الفاعلين اللي قادرين يعاونوك باش توصل تجيب 3 اصوات. يعني قلت لك وكنت نحكي لك كيفاش وما نحكي لكش امر اخر، لان كي نجبدوا ساعات ما نجبدوش خلاص كيف واش راه ثم. يعني نقول لك بصراحه لانه على كنا التفينا كل حول مترشح، نهضر على مستوى الخارجي. انا ما يعطيك والو حكيم. حبيت نعطيك من صوره اخرى. كاين ناس مثلا في لما كانت الانتخابات
يقولوا الناس اخرين ما انتخبوش على الجزائر طبعا من خارجيه ولا ما تقوليش غير داخليه؟ انا راح تلزني باش نقول لك جاني رئيس اتحاد قال لي وجاني واحد من الجزائري قال لي ما تفوتش على الجزائر. انا نقول لك، لكن هذه كل التجارب، وهذه كل ربما كل واحد كيفاش يشوف. حتى الوضع كنا في 2019 ما هوش نفس الوضع. درك مؤسسه الدوله كل قايمه. درك واحد ما يقدر، نقول لك واحد ما يقدر يحب يقيس واحد داخلي يحب يقيس مترشح جزائري بصراحه. لكن بكل صراحه عندك استعداد باش تعاون؟ درك كي تعاون هذا واجب وطني، ماهوش واجب. انا ما نعاونش الشخص كون جيت نشوف للشخص. ربما تكون عندي فكره اخرى صح. لكن انا هذا احنا ناضلنا باش الجزائر تكون في المكتب. لكن نقول انا ما نعاونش، ما لا نخرج من البلاد هذه والمستحيل. واش تقدر تنصح صادي مثلا في هذا الوضع؟ هل يجب مثلا يكون تشاور مع السفراء اللي كثير من البلدان يكون؟ شوف لازم الدبلوماسيه السياسيه تتحرك يعني تحرك سريع يعني على مستوى السفارات. ولا بد ان تكون يكون عمل سعي تعمل هنا مع الوزاره الخارجيه كما درنا احنا مع وزاره الخارجيه، لان هي اللي تعطي الاشاره الى كل الدبلوماسيات باه يتحركوا بناء على معطيات يتمدها من اتحاد الجزائر لكره القدم، لانه هو اللي يعلم، عنده كل المعلومات وعنده كل توجهات وعنده كل الاراء تاع رؤساء الاتحادات وانا بلاصه ماشيين. وهنا تنجم تتدخل. هذا في حاله ما اذا يوم 12 هناك ترشح لابد تكون حمله كبيره، لانه علاه الجهه الاخرى راهي عندها الجهه الاخرى حكيم، هي مش تعمل حتى مجهود، لان هي ديجا عندها نفوذ مع اعضاء كل تاع المكتب عايش معاه بسهوله باش يقولوا ما تصوتش على المترشح. في فترتكم البعض كان يقول لك على انه فتره اللي كانت كثير من الانتقادات من بعض الاطراف ربما، ومن بعض الناس اللي كانوا يقولوا عن انه اتحاد موجه بالانتقاد على انه اتحاد ضعيف واشخاص ضعفاء. هل توافق هذا؟ كيف ترد على هذه والله انا نقول لك دركا كل واحد حر. انا نقول لك انا ما انا كنت نهار اللي ترشحت واحد من غادي من البحار دار حمله كبيره، هو جزائري دار حمله كبيره عليا وانا هنا في الجزائر. انا يا ولدي اني جزائري ما نترشح باسم الجزائر، نخليه المقعد فارغ. انا انتخبت نطلب جمعيه عامه وفي المكتب المكتب راى باش نكون انا مترشح. هل ترى بان انتقادكم كان طبيعي ام انه كان وراءه مصالح بكل صراحه؟ لا شوف حكيم نقول صراحه، احنا كي جينا في 2017 يا اخي احنا ما نحيناش ناس وجينا، صح ولا؟ صحيح. راك تسمع شيخ؟ نعم. احنا كي جينا ما نحيناش ناس وجينا. يا اخي يقولوا جابوهم، اللي جابونا جابوهم يا اخي هذاك هو. وانا واش درنا لك؟ نطيح عقابنا من اليوم وغدوه نطيحوا عقابنا، واش درنا احنا؟ كانت مصالح سي عمار؟ كانت مصالح لها الناس؟ الناس وكأن، لأن تعرف الثقافة الجزائرية عند البعض لما واحد يحكم المنصب 3 عهدات أو يعتقد وكأن نحيط له ملكية. ولكن ليست هذه الانتقادات موجودة الآن، ما رأيك؟ لماذا؟ لا نقول دركا ماهيش كما لأنه وعلاه اللي كانوا يتآمروهم هم في الحكم دركا. أوكي فهمت عليك. يعني هم اللي كانوا ينتقدون دركا، اللي كانوا يعطيوا دروس وكانوا هم يقولوا احنا هم الطريق الوحيد وملوها على الجميع وملوها مع الاعلام والاعلام كل ماشي. دركا الحمد لله في الواجهه مذابين احنا. يا اخي الاهم تاعنا واش؟ يا اخي الفريق الوطني والمهم تاعنا التمثيل على مستوى القاري. ربي يسهل، هذا هو غايه كل واحد جزائري. قادر الاتحاد هذا يجيب معه المنتخب كاس افريقيا؟ يا اخي كاس افريقيا هي كما انا نقول لك كما احنا اللي ديناها واحنا كان ينتظر فيها وديناها، يعني ممكن كل شيء ممكن اذا توفرت كل الجهود وكل، لانه وش هو كاس افريقيا؟ كاس افريقيا احنا حكيم كي بدينا نخوضوا بعد التصفيات، واحد ما كان يتوقع، مشينا المقابله الاولى ربحنا، الثانيه ربحنا، الفريق ولا يمشي وحده. طيب هل ترى بانه في الفتره الحاليه يجب ان ندعم موتسيبي ولا نخير مرشح اخر؟ إذا كان مرشح آخر مستحيل. موتسيبي ما عنده ركائز، عنده داير غير ما تلعبش بالنار، غير امشي معه ربما هو ربما لا كان مشيت معه في الاول كما مشينا معه احنا. مشيت معه في الاول، هو ربما عنده نفوذ اذا كان نيه صادقه
بصح ما نعتقدش ما ياثر عليه. لانه اخطانا في 2017 لما مشينا مع مترشح اخر دفعنا ربما الثمن. هذا دافعنا الثمن تاع 7 اصوات، دافعنا الثمن تاع ما عرفناش نمشيو. صحيح. بصح من بعد مش كي جا موتسيبي احنا الاولين اللي ساندناه. طيب حتى اغلق هذا الملف واذهبوا الى ملف اخر، ما رايك في كل ما يحدث؟ يقول لك على انه سابقا كانت فيه ضربات داخليه، لذا وصل بالامر حتى هناك اشخاص قيل بانها جزائريه طالبت الا تصوت على الجزائر، ثم فيه صور اخرى بانه عضويه الكاف اصبحت الان في المزاد. يعني بعيدا عن الامورات التي تحدث في الكواليس، نتكلم عن الامور الظاهريه والتي نشاهدها. يعني الحصول على هذا المنصب يكتمن في قيمه الشخص وشبكه العلاقات التي يملكها هذا الشخص، خاصه اننا نعلم ان الوقت ليس في صالحنا مده 10 ايام. ما هي قيمه العلاقات وشبكه العلاقات الذي يكونها رئيس الفيدراليه؟ اذا كان شبكه علاقات قويه وبدعم من الدوله، يعني من الطبيعي اننا سنحصل هذا المنصب. اما عن الصراعات التي تحدث عنها يكفي فقط كمال، هل يكفي فقط دعم الدولة ويكفي إعلاميا بأن تكون عضوا في الكاف؟ دعم الدولة ما الذي يجب عليه شبكة العلاقات التي يملكها رئيس الفيدرالية. ممتاز. الآن قوة رئيس الفيدرالية من جانب العلاقات هي التي ستسمح له بالتوغل إلى أروقة الكاف. الكرة الآن البالون وعن في مرمى صادي، كل شيء الناس معاك، ما الذي يجب أن يفعله باش نكسبوا هذا المقعد؟ دوك صادي مدعوم من الدولة ومدعوم من الاتحادية، درك يعتمد عليه على معرفته وتدخلاته في افريقيا وعلى الهيئه تاعو الكاريزما تاعو. الى كما كنا نقصروا قبيلات، الى عنده كاريزما وهيئه يأطر، الى ما عندوش ما يقدرش يأطر. واحد يقول صعب. كما قال بهلول كانت هنا تدخلات ما هي باش نتفاهموا هنا. هو قال لك بصريح العبارة، قال لك الناس كاين ناس عرقلوا لنا من كانوا داخليا هنا وهم الآن يتقلدون هذا المنصب. شوف باش نتفاهموا، اللي عنده طبيعة تقعد فيه ما يتبدلش. اللي كان يعرقل يزيد يعرقل ما تخرج. دوك باش نتفاهموا، احنا راه كامل جزائريين. باش الجزائريين تبدلوا ماهمش كيما زمان. واحد يقول صح، ما تقدرش دير ثقة فيهم. يا معاكو غير دوري يعطيك ما كاين تفضل. كاين حاجة إذا تفضل. وزير برناوي، السيد وزير برناوي قام مجهود كبير من وزير حكم الوزير تاع مصر مشى معنا، حكم الوزير تاع مصر، حكم الوزير تاع السودان. وهو كرياضي عنده الاسلوب اللي يدير به. حقيقة كما كان يقول لازم الجميع، ما كانش فيها هذا. يعني قلت لك انا واحد ما عبالو ولا كاينه شبكة تاع صحفيين، كاين شبكة تاع امناء عامين، تاع لازم الجميع، مستحيل وحدك تنجح. سي عمار، لا تبدو حاقدا على من ظلمك مثلا، لا. وتبدو عاديا مستعدا لان تساعد. لا والله مستعد اساعد. انا قلت لك البارح، حكيت لك البارح كنت مع سانغور نحكي معاه، وكنت مع تعليل الموريس الساميه، هذم زملاء. لان انا نفكر يا حكيم، انا عهده كامله هما طايحين عقابي، واتهموني حتى كنت سبب وفاه تاع المرحوم. قبلت كلش انا، لانه وعلاه حكي في الدنيا هذه يدير فيك واش يدير لك، لازم يكون عندك الصبر وعندك البصيره. لان انا قد واش صرا بيني وبين روره بصح الحق نحترمه، انا كنت نحكي له بالخير عليه، لان نحب ولا نكره، كان كاريزما شخصيه وعنده يعني بصراحه. الفو با تنكر اشياء ايجابيه في خصمك، مش يكبر انا ما نتفاهمش معاه دار فيها. انا درك هو جرني الى العداله، عدالتين، واحده في الهكا وواحده كيك. بصح انا هذه نعيلها على جهه، لان عرفته على واه. اخي اذا كان حاب عجل ربما احنا نجيني واحنا ربما عرقله في العهده الثانيه ولا حاجه، ربي يسهل عليك، كون خدام. لان هذه درك الحمد لله اني نجي معك، درك اني مرتاح خير من كنت مسؤول في كره القدم. انا نقولها لك حكيم، درك اني مرتاح خلاص. كي تعيط لي ساعه هكا نجي نفيد الراي العام بالتجربه اللي عقبناها، كما الشيخ اللي عقبها في التقنيه كما هذا. بصح اللي دار حاجه حكيم، شو نقول لك؟ ما شوف، غير ادعي له بالخير. وعلاه؟ لان كاين رب من فوق، مهما واحد يدير فيك حاجه ربي من فوق ما يسيبها ما يخليك. بصح انا والله غير نسامح كل واحد. كاش ما شفت في عمري درك يكركروني العداله وانا 34 سنه، وانا عقبتها في التسيير في مركب الحجر، حشمت شوهري صوت. لكن رغم هذا قلبي ابيض، لانه وعلاه فاهم وعلاه دارها. لان الغالب المسؤوليه ساعات تطيح في عند شخص
اللي ما يوزنش العواقب تاع لما تعمل قرار ضد شخص. هل صح لو بنيتوا الفندق ما صرا هذا الشيء؟ يا حكيم عبالك بكل صراحة حكيم عبالك كون نقول لك تهمه وش. وقفت امام القاضي قال لي راك ما تجيو تباتوا في الاوتيل اولمبيك. قلت وين نبات برا. قلت انا كي نجي وانا تسال فيا انا عندي تكليف بمهمه، عندي مدير الاداره والماليه يقول لك روح الفندق فلاني وانا ذنبي وين؟ قلت له المعلومه ماهيش مكتمله. قال لي وعلاه؟ قلت له انا درت عهدتين، درت 5 سنين وعام مع عماره. قلت له كي تحسب المبلغ هذا او طيح 3 ملايين في الشهر، هذا 3 ملايين في الشهر تبديد اموال، 3 ملايين تحت 3 ملايين في الشهر. وهل انا نجي قلت له مالا نجي نبات في السياره. قلت له مالا كما كنت نقولها للشيخ قبيله في الوحده، قلت له مالا يخرجوا لنا قانون اللي بعيد على 600 و700 كيلو ما عندوش حق يترشح وما عندوش حق يجي. قلت له الناس درك يجيوا هذا نتاع المكتب هذا ما يجيوا يباتوا لاباس عليهم يباتوا في الفنادق وين هو المشكل؟ قلت له يعني هذه تشوف فيها انت يكركرك لها على العداله سبحان الله العظيم. عندنا مسؤول هو اوامر يامر بالصرف، وعندنا امين عام يعمل لك تكليف بالمهمه، وعندك مدير اداري ومالي هو اللي يقول لك يحجز لك وين تروح، كما عاده كما على مستوى كل المؤسسات وقلتها له المجلس الوطني ولا مجلس الامه ولا كل الاطارات كلهم يجوا يباتوا عندهم. طيب